الحمد لله على السلامة. كنتوا في ليبيا؟ بتعملوا ايه؟ كنا شغالين والله. اشتغلوا ايه؟ شغالين ورا بنايين وعمال يعني. وايه اللي جابكم؟ جبنا عشان خاطر الحرب، والرئيس بتاعنا قال لنا تعالوا اللي عاوز يجي يجي، وهنا العربيات تمام وما فيش اي حاجه خالص. الرئيس بتاعكم اللي هو رئيس، قصدك رئيس سيسي يعني؟ طبعا. انت جيت يعني عشان الرئيس قال لك تعال. صح، ربنا يخلونا صح، يا رب. ربنا يخلونا يا رب. رفع راسنا والله في هناك، ومن ساعه الضربه بتاعته دي والله والحمد لله كله عمل لنا احترام وكرامه. قول لي لا احكي لي بقى من ساعة الضربة بتاعت الرئيس دي ايه اللي حصل؟ هو قبل الضربة كانت المعاملة بتاعنا وحش، ما كانش حد بيحترمنا، بس حاليا بعد الضربة احترمونا. مين اللي كان بيعاملك وحش قبل الضربة؟ الليبيين نفسهم هم كانوا بيهزقوا وحشين معانا بصراحة، بس لما اتدخل هو معاهم في الضرب والكلام احترموكوا عشان بندافع عنهم برضو. احترمونا شوية الحمد لله. وهو احنا بقى بصراحة لما قال انزلوا احنا نزلنا والله، سيبنا حاجاتنا كلها ونزلنا. يعني منين انت؟ بني سويف مركز الفشي. كلكم بني سويف؟ بحيرة من الابعديه. بحيرة والفيوم وبني سويف. الابعديه. شفتوا الفيديو؟ ها حضرتك شفناه؟ شفناه حضرتك. ايه بقى حسيت بايه؟ حسيت ان احنا نروح لعيالنا ولاخواتنا ولاهلنا. مش مهم الفلوس خالص يعني. فلوس خالص خالص. مش مهم. والشعب بتاعنا لو ضربونا هنا بالنار. وبعدين انت بتشتغل ايه في ليبيا؟ احنا بنشتغل عمال عادي. عمال ايه يعني؟ عمال بنزرع، شغال ورا بنا ورا ونش. احنا ما عندناش بنا في مصر؟ لا في عندنا بس هما بيبنوا في ليبيا اكتر من عندنا؟ هي غلطه وان شاء الله مش هتكرر. العملة وان شاء الله كده كده باذن الله ما حد. ما هو فرق العملة وفرق الصرف برضه، ما انت هتصرف هنا فول وطعمية، هتجيب السندوتش ب 2 جنيه، بتجيبه هناك من كام؟ الفول والطعمية اقسم بالله احسن من لحمة هناك. هي حضرتك الفول والطعمية في مصر انضف من هناك. اكل مصر صح؟ ما تعوضش. والله. ما تعوضش فيها. والعيلة والعيال والعيلة طبعا. انا حضرتك لو معاك 2 وجيش و انضف جيش والله شفته في العالم كله. عملنا اختبار والله. تحس كده ان انت حاسس ان انا ببيتي. بيتك احس ان انا ببيتي. اول ما نزلت انا حسيت ان انا رجع لي روحي تاني. احنا بصراحة ما اطمناش ولا بلعنا ريقنا إلا لما وصلنا هنا في ارضنا طبعا. نزلنا الارض المصريه حسينا ان احنا في امان اول ما شفنا. كفايه ان الحكومه بتاعتنا مشيت سلمت علينا وكانت بتاخدنا بالباط ومرحبه بينا، احلى ترحيب يعني. رحبوا بيكوا. والله احلى ترحيب. بقول لك ايه، داعش وكده مش في الحتة اللي انتوا فيها. لا عم حضرتك هم تلاقوهم في سيرت في طرابلس في الحته دي. الناس اللي في طرابلس دي بتعرف تيجي؟ حضرتك ما كان اللي بيجي واللي بيجي طيران واللي كده، ما اكيد مليون في المية ناس هتيجي يعني. بس الناس اصلا بتدخل على المواقع تقول انها مش عارفه تيجي. حصل صح. وفي ناس انا كلمت واحد من طرابلس امبارح، لقيته بيشخط كده بيجري، بقول له واقف ايه؟ بيقول لي الشرطه بتجري ورانا. الله اعلم الشرطه ولا جاهز، ما نعرفش والله. حضرتك كلك قاعدين هناك في السكن هناك مش عارفين يطلعوا ولا عارفين مش عارفين يطلعوا. لا مش عارفين. بس خايفين لان هناك بيعملوا ان هم سواقين تاكسيات وبياخدوهم يوصلوهم للمكان اللي هم عاوزينه، اللي كان داعش ما يعرفوش، اللي كانت ده بيقولوا عاملين كمان كمان نظام بوابات كده حضرتك. ازاي بقى بوابات يعملوا ايه؟ بوابات بيبقوا لابسين مثلا لبس ميري بتاع، بيعملوا بنظام. يعملوا زي كمين الداخليه كده؟ لو قعدنا هناك هنبقى رهاين. ايه الرعب اللي انتوا كنتوا مستنيين الرئيس يقول لكم ما جيتوش لوحدكم ليه؟ احنا هو من ساعه اول ما اتضرب الضربه دي طلع السلك قدامنا يعني. الجيش برضه في جيش وقف معانا بتاع ليبيا برضه وكان بيسلكنا الطريق يعني، كان بنقف في بوابات كان بيعدينا. ما كانش فيها بنزين اللي احنا ناجي يعني. هذا السبب. ما كانش في بنزين ولا ما كانش في بنزين عشان تيجي. ما كانش في بنزين وخبز، وسايب بلدك اللي كلها بنزين وخبز. حضرتك بقى غلطه بقى حضرتك اللي حصل بقى غلطه على كده. سيب عياله وسيب اهله وسيب ارضه، غلطه ان هو ساب. صح؟ حضرتك احنا فرحانين قوي بيكم قوي مبسوطين بالحكومه المصريه برضه. والحمد لله على السلامه، الف حمد لله على سلامتكم، وعقبال ال 750 الف مصري ما يرجعوا مره تانية. من هنا ان شاء الله لحد اخر الاسبوع كله جاي، بس اللي له فلوس كله جاي، ما فيش حد قاعد، حتى اللي بيشتغل هتسيب الشغل ويجي. اشتغل ايه يا عم؟ ما اشتغل ايه فين؟ ما حضرتك اللي بيشتغل ما فيش حضرتك، كل حاجه غاليه هناك، كل حاجه غاليه هناك، الاكل والشرب غالي وخبز هناك غاليه وما فيش اصلا. وما فيش. اقعدوا وسط اخواتك وعيلتك، ده بالدنيا بحالها. ده بالدنيا ان الواحد ان انتوا راجعين حضرتك ان الواحد اول صحتكم وعايشين الحمد لله. بشكركم جدا والف حمد لله على سلامتكم.
السلامة يا جماعة، ونورتوا مصر. كلكم كنتوا في ليبيا؟ كلكم؟ تعملوا ايه؟ شغالين شغل في مصر؟ والله غالبا اشتغل ايه؟ شغال نجار مسلح. طب وما فيش نجار مسلح في مصر؟ في شغل حضرتك في مصر احنا كنا هنطلع. يعني ليبيا دلوقتي اغنى من مصر؟ بصراحة ربنا دلوقتي صراحة ربنا. بصراحة ربنا اه مصر اغنى من ليبيا بالسيسي. مصر بصراحة ربنا اغنى من ليبيا بالسيسي، من اللي احنا شايفينه بصراحة ربنا. ان انا كنت قاعد في درنا، المنظر اللي انا شفته امبارح بالليل، امبارح من الساعة 3 الفجر، من الساعة 3 لما ضربنا الضربة بتاعتنا. ضربنا الضربة بتاعتنا دي كانت الساعة 3 بالظبط. بس في ناس بيقول لك ده ولا ضربوا ولا حاجة. ده الضرب كان الساعة 3 بالظبط. وانت كنت في ليبيا؟ انا كنت في طوق. انت عندك كام سنة؟ انا عندي 18 سنه. كذاب. والله كذاب والمصحف. وربنا 18 سنه. وربنا في البتاع معايا ايه. طب بقول لك ايه، قول لي رايح في 18 سنة تعمل ايه؟ ورحت من قد ايه؟ ما رايحين بقى أنا اكل عيش ابو. عيش ابله؟ ما في اكل عيش في مصر مليان. ما انا كنت شغال في مصر وفي شركات اللحام وقفلت، اضطريت ان انا اسافر ليبيا عشان اكل عيش. يعني ليبيا دلوقتي اغنى من مصر؟ مودينا ابله ب 5 جنيه. لا مش العملة، الحياة. اه لا الحياه في ليبيا بامانه ممتازه، كل حاجه رخيصه. مش قصدي على الرخص، قصدي على الامان. امان. تاخد ال4 جنيه وتتذبح يعني؟ لا مفيش امان. الايام دي بس الايام دي بتاعت الاخوان الايام دي. مصر ليبيا عايشه على حس مصر، لولا مصر في ليبيا كان حل ليبيا دي دمار. الجمرك ده لما بيقفل مصر ليبيا دي ما بتلاقيش تاكل، ما بتلاقيش منع مبتل انها تاكل. يعني لولا خير مصر على ليبيا كان حل ما فيش اسمها دوله ليبيا اصلا، كان حل ما فيش دوله ليبيا. وتسيبوا خير مصر وتمشوا ليه؟ هناك في ليبيا المزارع اللي هو بيزرع لهم الارض مصري، واللي هو بيخبز لهم الخبزه بتاعتهم مصري، واللي بيقف لهم في الدكاكين مصري. هم غير مصر. بس انتوا كنتوا في منطقة غير اللي داعش فيها؟ احنا كنا في دارنا نفسها. غير اللي فيها داعش. طبرق. طبرق. ايه بقى؟ احكي لي. مفيش كل حاجه زي ما هي، الوضع وحش خالص. سمعنا الصوت كده وقت نزلنا على طول كلنا، لان قعدنا 60 يوم لا في غاز لا في خبزه لا في اي حاجه. يعني يعني بس عشان ما فيش اكل ولا عشان شفت الفيديو؟ برضه ما فيش شغل، وكانوا بيخشوا علينا الحواشين بالليل. يعني ما فيش شغل وما فيش اكل. ما فيش أمان. لكن الفيديو اخباره ايه؟ شفتوه؟ الفيديو. شفت الفيديو وشفت المكر اللي طيرنا حسابه. لو كان في اكل وشرب كنت هتفضل قاعد؟ طبعا ما فيش امان خالص. امان خالص، ما فيش امان. طبعا دول اخواتنا ما خلاص. تشاور ايه تاكسي ممكن يسحب عليك مطوه موس بتاع اي حاجه بعد الساعه 2 بالليل يخشوا ياخدوا الفلوس وياخدوا التليفونات وياخدوا الشفرات وياخدوا كل شيء. لكن ما حدش فيكم كان في منطقة فيها داعش. فين؟ كنت في دارنا. ودارنا دي فيها داعش؟ فيها داعش. بيعملوا ايه بقى؟ صراحة معاملتهم معانا وسخة كمصريين. يعني احنا بعد المغرب. لا يعني هم مسيطرين على الموضوع، ايه مثلا لابسين شرطة مثلا؟ لا ما تعرفيش وجه اي واحد فيهم. ما مخبيين وشه. ملثمين. ايوه يعني بيقفوا كماين، بيقفوا في الشوارع بيستخبوا بوابات. في بوابات ومعاهم عربيات شرطة مكتوب عليها الشرطة الإسلامية. ومعاملتهم بصراحة علينا كانت آخر قرف بصراحة. بيعملوا ايه يعني؟ مرات يتلككوا معانا على أي ورقة، مرات يخطفوا 2 3 منا. ده اللي كان بيحصل معانا. لكن هم عاملين بوابات. في بوابات. البوابات دي ايه يعني؟ يعني يدخلوا منها ايه ولا يطلعوا منها ايه؟ والله احنا كان لينا واحد معرف هو اللي خرجنا من دارنا اصلا. بوابات ايه؟ بوابات ميدان التحرير نفس ما مصر بتأمن، هم نفس الفيلم قصدكم كماين يعني؟ كماين كماين. ويشوفوا ورقك يعني ولا؟ لا هم بيقول لك مسلم عادي، هم المسيحيين بس لو حد مسيح. لو مسلم يعدي؟ مسلم تعدي. بيعرف انك مسلم منين؟ بيمسك ايدك كده ويشوف فيك صليب ولا مش في الصليب، بيخليك ان شاء الله. او بتأذن تأذن. يعني الناس فرحانين في ليبيا ان احنا ضربنا، عملنا ضربة جوية. الشعب بتاع ليبي فرحان. الشعب بتاع الليبي فرحان ان احنا ضربنا ضربة جوية. كانوا عاملين احتفال ان هو السيسي ضرب. بس هي في حاجه عاملين احتفال ايه؟
عاملين احتفال ان الرئيس السيسي ضرب هناك. محتفلين ما عملوش حاجه. محتفلين وفرحانين جدا ان هو السيسي ضرب. يقول لك عدي. فرحانين جدا وعايزين نضرب كل يوم. هنضرب كل يوم ان شاء الله. كل يوم في قولي حضرتك بقى بتتفقد الناس اللي راجعه من ليبيا. احنا طبعا توجيهات يمكن القياده السياسيه والسيد الوزير تقديم كل التسهيلات لابنائنا واخواتنا القادمين من الجانب الليبي. لسه بيقولوا الشرطه قابلتنا بالحضن وحاجات كده. حضرتك شايفه كل الاجهزه هنا مسخره لسرعه نهو اجراءاتهم وعودتهم لبلادهم. تم تعزيز المنفذ بالضباط من امن الموانئ والجوازات وجميع الاجهزه المعنيه عشان سرعه نهو الاجراءات. السيد وزير الداخليه شخصيا يمكن بيتابع الموقف ساعه بساعه معانا واحنا لسه على تواصل معاه. فطبعا بنقول لهم نورتوا بلدكم وبلدكم اولى بيكم. واعتقد احنا عملت انا نقاش معاهم وتساءلت مع البعض. الموقف مش متأزم زي ما بتناولوا احنا قوي يعني. وهم لا هم في منطقه تانية خالص غير اللي احنا بنتكلم عنها. المنطقه اللي جايين منها غير اللي احنا بنتكلم عنها، ما فيهاش داعش. نتمنى ان شاء الله عوده جميع ابنائنا سالمين. انا بشكر حضرتك ان حضرتك نازل بنفسك. طبعا دي توجيهات واحنا متواجدين. يمكن كل يوم بنتواجد هنا. ما كنتش انا هيبقى النائب بتاعي موجود، ومعنا برضو قيادات الامن الوطني والامن العام واداره البحث الجنائي وكل الاجهزه في المنفذ. انا شايف المخابرات العامه والمخابرات الحربيه واداره المنفذ وامن المنفذ كله متواجد عشان راحتهم وعشان خدمتهم. والاعلام يا فندم موجود برضه. الاعلام طبعا الله ينور عليكم. طبعا انتوا الضوء بتاعنا اللي بينور كل حاجه. لا انا بجد وحياة ربنا من قلبي بحيي حضرتك، لاني شفت الشرطه بتعامل الناس ازاي ووصلتهم. دول ولادنا ودول اخواتهم. وزي ما بقول لحضرتك كل التوجيهات لتقديم كافه السبل والتسهيلات ان شاء الله لعودتهم سالمين. ويمكن البعض منهم اللي فقد جواز سفره او ما معاش وثيقه فيه برضه تعليمات بيتم نهو الاجراءات. يمكن خلال نص ساعه بالكتير بيتم التاكد من شخصيته والسماح له بالمغادره والعوده لبلده ان شاء الله. بشكر حضرتك. شكرا يا فندم. شكرا. انت كنت في طرابلس. كنت في طرابلس. ليه في ناس في طرابلس بيقولوا مش عارفين يجوا؟ انا طالع يوم الاحد. انا طالع يوم الاحد الساعه 2 العصر. الحد اللي فات؟ الحد اللي فات ده كنت طالع من طرابلس انا وخمسه معايا. انت ختمت على المحضر ماشي. ايه؟ انت ختمت. وطلعت ازاي؟ طلعنا من على بني وليد، وبوابات قابلتنا مصراته وتهزيق وشتيمه وضرب. من مين؟ من المصراتيه اللي هم انصار الشريعه المصراتيه. وداعش. ده هم تبع داعش. حتى هم تبع داعش. خدوا لموا 102 اليوم الاربعاء اللي فات ده 102 من ابو سليم. 500 دينار يدفع اللي كده، كل واحد يدفع 500 دينار عشان يطلع. طب وده ايه علاقته بالدين ده؟ هم مهيئين لنفسهم كده ان هم اللي صح. ده كل ياخدوا 500 دينار بتاع ايه يعني؟ 500 دينار انت تشتغل وتخدم شهر ويوم ضرايب يعني؟ ضرايب يا فندم. يا فندم هم تاوى عافيه. نزلوا شارع الشوك لموا 102 والشهر اللي قبليه لمين 500 واحد مصري. وانت ايه اللي جبرك على كده؟ والله انا اول رحله واخر رحله. لو هلحس تراب بلدي مش هطلع منها تاني. قولها تاني بقى. والله لو هلحس تراب بلدي ما هطلع منها. انا واحد من الناس بتكلم عن نفسي بس ما بتكلمش عن وسط اهلك وسط عيلتك وسط بلدك. ده انا لما اشوف والدتي كده دي بالدنيا وما فيها، ان انا اشوف امي كده بالدنيا وما فيها. ساكن فين؟ انا ساكن في الفيوم. وعايزين نيجي معاك الفيوم. تحت امرك يا فندم. تنوري الدنيا كلها. الف حمد لله على السلامه. تسلم يا فندم. تسلم.